إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة نبدأ كما قررنا وكما اتفقنا إن شاء الله نتابع في سلسلة دروس الفقه، وهي عبارة عن شرح مبسط لمنظومة ابن عاشر المعروفة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ومعروفة اصطلاحا ابن عاشر وتوه منظومة ابن عاشر. احنا قرينا منها الأبيات الثلاثة المتعلقة بالماء، وقرينا وراياك قضية فرائض الوضوء. والليل نبدأ على بركة الله بالسنن، لأن بعض الإخوة اقترح لي على أنه لا بأس إذا مرينا على السنن والمناديب بصورة مختصرة ونعود قبار اللي نركزوا عليه إلا ذيك الأمور اللي لا بد منها اللي هي الفرائض والمبطلات. أما ذيك القضايا اللي مثلا ما هي بذاك معناها زاد قد حد يتوضا ويبقى الوضوء نعود نمر عليها مرة سريعا، بينما الأخرى نركزوا عليها حتى تتضح أكثر. وعليه إن شاء الله نعود جمعا للأمرين. أنا كنت عايد بيالي نختار الاختصار للناس، يعني ياسم الناس اللي نتكسر عليه التفاصيل ما يبقى معاه، والخرق اليوم ما تلقاه بالقاع يخصص شي من وقته اللي قراي، مع انها بعد واجب عليها راي بعد ما راهو ما هو امرها كذا به اللي شي يوجبوا مولانا، فارض عليك تقلع من وقتك وشغلتك يعني تتعلم احكام الله في طهارتك وفي صلاتك وفي صومك وفي حجك وفي زكاتك وفي بيعك وفي نكاحك وفي معاملاتك في كل شيء. لأنه ما عبادة مولانا ما يجد عود إنسان متقي مولانا ما هو العادي عرف يلقى له مولانا إياك اللي بحالي يتركه واللي معلوم عدل. لأن قال عبادة الجاهل قال بعض العلماء نحضر جاهل يعني يعبد مولانا يعذب قال، لأنه يعبده بما لا معرفة له به، لأنه يعبد مولانا بشي ما يعرفه. واضح الكلام. طيب نبدأ الليلة بالسنن إن شاء الله. شوف الله هي تبدأ إن شاء الله على بركة. اقعد ما تقدر تم تتابع واجب. لا هي تبدأ تقدم الكلمة الأولى الثانية الثالثة من البيت وأنا أشرح لك إن شاء الله. تفضل. شنو مستوعب كذا نغسل اليدين؟ خلاص. لا هنا شرع الليلة في السنن. كانوا عندنا الفرائض 7 والبارح احنا نذكر بهم ليتنا هذه. الفرائض 7 أولهم النية، عاقباك غسيل الوجه، عاقباك غسيل اليدين إلى المرافق، عاقباك مسح الراس، عاقباك غسيل الكعبين إلى الكعبين، عاقباك الفور معناها زاد العاشلة، عاقباك الدلك. الدرك معناها انك تصب ميها على جلك وتعود كل عضو لا تغسله لابد من الدير الموت حرك بيدك. واضح. اذا هاي 7 بصوره مختصره، وقلنا لكم ليتنا هذه ادلتها بصوره موجزه من اللي ملي خارج من الادله اللي ما هو سهل خلينه عنا لعل قاع عن جناه بسطون عقب وقع ورقاها مشكله ناس بعض منها ما يرفد شيء. طيب اذا الليله انا هنا بدء ملي بالسنن. السنن ما معناها قاع خير هون نقول لكم على العلماء طروا شيء ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحد لا ينكر ولا ينكر على الأمة المحمدية قاع من عند بدايته إلى اليوم والله قاع. حتى شوفوا السنة ورق تنقال الحديث، السنة تنقال الحديث،
والسنة تنقال عند الفقهاء الشماء والحديث، تنقال للأحكام اللي آمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعدلها ونعتها للناس وعودهم على انهم انه يعدلها قدامهم ولا هو شاهدها عنهم ويعدلها في جميع الأوقات، قال ما هي واجبة. الدرجة المتولية السنة معناها المتولية الواجب ينقال لها السنة. هذه هون ما ينقال للحديث، السنة عنده الحديث تنقال للحديث، والسنة عند الفقهاء تنقال للأمر اللي عدلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان محافظ عليه قدام الأمة وماتوا هو يعدل وما قد تركوا، هذا ينقال له السنة. معناها شيء ما هو واجب يا غير مؤكد، واضح. معناها هنا ينقال السنة، يا الله ينقال لك السنة من جايلها، إذا عاد جايلها لك حد من أهل الحديث قول له السنة يك معناها الكتاب والسنة وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عاد جايلها فقيه لك معناها غير الفرض، واضح. ويجوا الأصوليين وعدلوا لها معنى آخر، ويجوا واحدين آخرين وعدلوا لها معنى رابع، يا غير بعد في البداية نهي سكن الرقمكم عليه سنتين. السنة ينقال لك الكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن والسنة هي الحديث. السنة الصح عند الفقهاء ما هو الحديث، السنة عند الفقهاء معناها هذا اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي درجته. من درجة كانوا واجب لكن قالوا الفرائض، والله لا حد مؤكد يا غير ما هو واجب، معناه إذا تركته ما تعاقب عليه، يا غير إذا عدلته تجبر حسنة، لكن قالوا السنة. وبعض العلماء يقول له مندوب، معناها مؤامر به أمر جيد، انت يا غير ما تعذب إذا تركته، واضح. إذا ترك المسجد قعدت ما صليت ركعتين ما تعاقب، ما تعاقب، بينما إذا صليت لا تجبر حسنة، وإذا تركته ما تعاقب. بينما تصل الفريضة شرهي اغسل وجهك في الوضوء، يعني ما تغسل وجهك يعود بطل وضوءك وصلاتك ما يخالف. معناها الواجب ذاك اللي نيت تعدل وتجبر حسنة ونيت تتركه تعاقب ويخسر عبادتك، والسنة إذا عدلتها تجبر حسنة ولا تركتها ما تعاقب، معناها نوع من الربح. إذا عدلته تربح وإذا ما عدلته راس مالك سالك، يا الربح ما خرج. فهمتوه؟ أيوة. طيب إذا سننه السبع، يعني هم اللي السبعة، الفرائض سبعة والسنن السبعة. ابتداء غسل اليدين معناها البداية هو أنك تغسل يديك عند من تتوضأ، أول شيء بدأ يغسل يديك. لو أنك مالك معدل السنة اللي هتجي تحكم المغرش بسم الله تبدأ تغسل وجهك تعوداش هون تركت السنة لأنك ما غسلت يديكم الأولين ولا تمضمضت ولا استنشقت، إذا تركت السنة لغير وضوء صالح، لأنك إذا شرعت في الفرض وتركت السنة ووضوءك صحيح لغير عدلت ما هو لله يتواصل لأنك رصفت السنة، واضح. السنة أولها أنك بعد قاعد تغسل يديك في البداية، تعرفوا دليلها شنو، لكن ما فتعد جايبول. أيوه فرقبت رزق ما فات الحد وقت هنا. أيوه سننه السبع ابتداء، معناها ابتداء تغسل يديك، ابتداء غسل اليدين معناها أول شيء من السنة هو تغسل يديك في البداية مرة. تفضل. ورد مسح الرأس مثل الأذن. أيوة السنة الأخرى رد مسح الرأس، أنا أنت ما قلنا قبيل على مولانا قال امسحوا برؤوسكم النواجذ، على رجاه يتوضا يمسح راسه. أيوة اللي نقدر نعمل لها كتوه معناها نبدأ من قدامه إني نلحق ضارتي ونقضى يدي ونقيم. ردك ليديك مرة أخرى على راسك، هذه الردة الثانية السنة. أنا أنت كانت كافيتك الأولى، إذا عدت الثانية تعود عدت السنة، وإذا تركتها مسحك الأول صحيح ووضوءك صحيح يا غير تركت السنة. ايوه مسح الأذنين السنة الثالثة انك تمسح أذنيك، تمسح أذنيك معناها تمسح ظاهرتهم وباطنتهم، يا غير هم قاع ظاهرتهم ايها من دركان ولا الوراني والله ولا القدامي. قالوا العلماء انه اذا قال لك ظاهرهما قول له ظاهرهم شنو وباطنهم شنو، لانها يجعلها مولانا مثال بقفاها كيه المقعيدة تالبة ظهرها شور الراس، من دركانها ظاهرتها ذا التاكي عليه والله ظاهرتها ذا اللي يراعى فيه. المهم قاع ما يورطك ظاهرتها ما عليه قاع الظاهرة ولا الباطنة، المهم لا وخض على الزرورة وقطع عن واحد منهم ظاهرة اللي يتخلط عليك هذا عدل يا كامل وقطع عنك لابد بتعود وافقته. قالوا الفقهاء ان لقى ظهر رطبات راسه
ما عرف القبلة عليه وهو وحده ما راح حد يدل على القبلة، انه يرتي يصلي على الجهات الاربعة.